نكمل باقي الدرس الأول. المفهوم الأول: التكيف والبقاء. إزاي الإنسان بيقدر إن هو يتحرك ويلعب ويجري؟ بيجيب الطاقة دي منين؟ الإنسان بيحصل على الطاقة من عمليتين اتنين: عملية الهضم وعملية التنفس. والهضم يعني إن أنا باكل أكل بيدخل جسمي وجسمي بيقطعه حتت صغيرة فأصغر عشان يقدر يستفيد منها ويحولها لطاقة وأقدر إن أنا أتحرك. فربنا خالق في جسم كل إنسان جهاز يقدر يعمل العملية دي اسمه الجهاز الهضمي. والجهاز الهضمي عبارة عن مجموعة من الأعضاء، في كبد ومعدة وأمعاء مع بعض بيكونوا لي الجهاز الهضمي. فأعضاء الجهاز الهضمي بتبدأ بالفم، ثم البلعوم، فالمريء، فالمعدة، بعدين الأمعاء عبارة عن أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة لحد فتحة الشرج. وعندي ملحقات للقناة الهضمية دي زي الكبد والبنكرياس والغدد اللعابية. وربنا سبحانه وتعالى خالق لكل عضو من الأعضاء دي وظيفة مهمة جدا بدونها الجسم كله يتأثر. طب نيجي ناخد رحلة وندخل داخل الجهاز الهضمي لجسم الإنسان ونشوف ايه اللي بيحصل للطعام جوه. فمع بداية الأكل بدخل الطعام جوه الفم، فتبدأ الأسنان بتقطيع وتمزيق وطحن الطعام، وبعدين تبدأ الغدد اللعابية إنها تفرز اللعاب بتاعها داخل الفم. يجي هنا دور اللسان إن هو يقلب الطعام مع اللعاب ويبلعهم يدخلهم جوه البلعوم، ومن البلعوم يخش على المريء اللي هو أنبوبة عضلية تدفع الأكل وتزقه داخل المعدة واحدة واحدة. والمعدة تبدأ تكسر الطعام إلى قطع صغيرة عشان تساعد على الهضم أكتر، بإنها بتفرز مادة مخاطية وإنزيمات بتساعد على هضم الطعام. وكمان في حمض الهيدروكلوريك اللي بيقوم بقتل البكتيريا في الطعام ويجعل الطعام حمضيا. وبعد كده المعدة تبدأ تدفع الطعام المهضوم ده داخل الأمعاء. بتبدأ الأول بالأمعاء الدقيقة اللي طولها 6 متر في الإنسان الكبير، هي ملفوفة حول بعض. وبيبدأ الكبد والبنكرياس يفرزوا العصارات بتاعتهم داخل الأمعاء الدقيقة دي. الكبد بيفرز عصارة صفراء والبنكرياس يفرز عصارة بنكرياسية. وكمان الأمعاء الدقيقة برضو بتفرز عصارات عشان تساعد على هضم أفضل للطعام. وما نيجي نشوف السطح الداخلي للأمعاء الدقيقة من جوه بنلاقي إن فيها نتوءات على شكل صوابع كده بنسميها الزوائد، ودي جواها شبكة من الأوعية الدموية والشعيرات الدموية اللي هي بتوصل للشرايين والأوردة، تقوم مصة الطعام المهضوم بس عشان الدم ياخده ويوزعه على بقية أعضاء الجسم كلهم يستفيدوا من العناصر الغذائية الموجودة وتديهم الطاقة. أما باقي الطعام الغير مهضوم بيدخل جوه الأمعاء الغليظة، وهي غليظة يعني تخينة أتخن من الأمعاء الدقيقة. والأمعاء الغليظة دي بتقوم إنها تمص بواقي المية والأملاح اللي موجودة في بواقي الطعام اللي متهضمتش دي وتاخدها وتوزعها للجسم، واللي هيتبقى خالص في الآخر اللي هي المخلفات الغير مهضومة تذهب إلى خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج، وبيكون ده هو البراز الخارج. فكده شفنا الجهاز الهضمي إزاي بيقدر كل عضو فيه يتكيف مع الطعام بطريقته وإنه يستفيد منه بأكتر فايدة عشان يحول العناصر الغذائية لطاقة. وعملية التنفس ربنا خالق ليها أعضاء مع بعض بيكونوا لي الجهاز التنفسي اللي بيساعدني إن أنا أتنفس، إن أنا آخد الأكسجين في عملية الشهيق، إن أنا بدخل الهواء جوه وأخرج ثاني أكسيد الكربون اللي هي عملية الزفير اللي أنا بخرج الهواء منها. الجهاز التنفسي ده بيتكون من إيه؟ من الأنف أو الفم، لأن أنا ممكن أدخل الهواء من الأنف أو الفم لما بيكون عندنا برد. وبعدين البلعوم، وبعدين القصبة الهوائية. والقصبة الهوائية دي بتتقسم لحاجتين اتنين: شعبتان رئويتان. والشعبة الرئوية بتتقسم لقصيبات، منها الحويصلات الهوائية اللي بيتم فيها تبادل الغازات اللي بيبدلوا ما بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. والشعبتين الرئويتين والحويصلات الهوائية دي موجودة جوه الرئة،
وعندنا رئتين، رئة يمنى ورئة يسرى. لو خدنا بالنا ان هنا فيه البلعوم وفي الجهاز الهضمي احنا قلنا برضو فيه البلعوم، فكده البلعوم مشترك ما بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. طب ازاي اما باجي اكل الاكل ما بيخشش جوه الجهاز التنفسي ويدخل في الجهاز الهضمي؟ وازاي الهواء برضو اللي انا بتنفسه بيدخل جوه الجهاز التنفسي ما بيدخلش جوه الجهاز الهضمي؟ نيجي نشوف. ربنا خالق الأنف جواها شعر عشان تنقيلي الهواء من التراب والجراثيم والشوائب. خالق لي شعيرات دموية صغيرة جوه الأنف برضو عشان تعملي تدفئة للهواء وترطيبه. عشان كده الأفضل لينا إن احنا نتنفس من الأنف مش من الفم، لأن الفم مفيهاش شعيرات دموية ولا فيها شعر تحميني من الميكروبات دي. فكده دي عملية الشهيق اللي دخل فيها الأكسجين. بعد كده الهواء يبدأ يدخل إلى البلعوم، زي ما قلنا إن هو مشترك، منه بيودي للمريء ومنه بيودي للقصبة الهوائية. فربنا خالق عنده لسان المسمار، ده عضو بيعمل إيه؟ بيمنع دخول الطعام للجهاز التنفسي. أما بيلاقي أكل داخل يقفل نفسه على القصبة الهوائية عشان مفيش أكل يخش يعدي للقصبة الهوائية. فالهواء المحمل بالأكسجين اللي يجي داخل على القصبة الهوائية يلاقي جنبي عضو تاني اسمه الحنجرة. وزي ما احنا عارفين ان الحنجرة دي هي مصدر الصوت اللي بيخليني ان انا اتكلم واطلع صوت، لان فيها احبال صوتية الهواء ما بيجي داخل عندها فالاحبال دي بتتهز بتخرج لي الصوت، وكل حرف انا بتكلمه بيكون ليه حركة معينة في الاحبال الصوتية. نيجي نكمل مسيرة الهواء المحمل بالأكسجين اللي دخل من البلعوم على القصبة الهوائية. والقصبة الهوائية دي عبارة عن حلقات غضروفية من جوه على شكل حرف سي، يعني مش حلقة مكتملة، وربنا خلقها كده عشان الهواء يقدر إن هو يمر بسهولة في نفس الوقت اللي بيمر فيه الطعام في المريء، لأن المريء يعتبر في ظهر القصبة الهوائية بالظبط. والقصبة الهوائية برضو فيها مادة مخاطية عشان تلتقط أي أتربة أو جراثيم عدت، وأهداب زي الشعيرات كده بتحرك الأتربة والجراثيم دي لبره تطردها على البلعوم تاني. عشان كده اما أنا بحس بحاجة جوايا بفضل أكح كتير كتير عشان تقدر إنها تخرج. وبعدين الهواء المحمل بالأكسجين يكمل من القصبة الهوائية في عنده طريقين، لأن القصبة الهوائية بتتقسم إلى شعبتين هوائيتين بتخش كل واحدة فيهم في رئة، رئة يمنى ورئة يسرى، وكل شعبة هوائية بتتقسم لشعيبات، وفي نهاية الشعيبات الهوائية دي بنلاقي حويصلات هوائية. والحويصلات الهوائية دي هي اللي بتكون محاطة بشبكة من الشعيرات الدموية من الشرايين والأوردة عشان يقدر إن هم ياخدوا الأكسجين في الدم ويودوه لباقي الجسم، وياخدوا ثاني أكسيد الكربون يلموه من الجسم ويودوه يرجعوه عن طريق الدم للحويصلات الهوائية تاني. فكده بيتم تبادل الغازات، فتبدأ الحويصلات الهوائية تاخد ثاني أكسيد الكربون ده وتخرجه في عكس الطريق، يعني من الحويصلات الهوائية ترجع تاني للشعيبات الهوائية ومنها على القصبة الهوائية وترجع تاني للبلعوم، وبعد كده تخرج من الأنف تاني على هيئة هواء الزفير. ربنا سبحانه وتعالى خالق الجهاز التنفسي ده والرئتين بالذات جوه القفص الصدري، وهو مهم عشان بيحمي الرئتين والقلب. وفي عضو مهم جدا بيساعدني في عملية التنفس اسمه الحجاب الحاجز، وده موجود أسفل الرئتين. فعند الشهيق هو بينقبض وينزل لأسفل والقفص الصدري بيتسع، عشان كده بيدخل هوا كتير. وما بيجي يحصل الزفير بينبسط تاني الحجاب الحاجز، يعني بيرجع مكانه والقفص الصدري بيقفل شوية فيخرج هواء الزفير. فده الجهاز التنفسي للإنسان. لكن نيجي لكائنات تانية زي الأسماك، إزاي بتتنفس؟ الأسماك ربنا خالق عندها حاجة اسمها الخياشيم، دي دورها إنها تاخد الأكسجين اللي جوه المية بتاعة البحر أو النهر وتدخلها لباقي أجزاء الجسم في الشعيرات الدموية والشرايين والأوردة اللي عندي لباقي أجزاء الجسم وتغذيه كويس، وتبدأ تاخد منهم ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الدم وتخرجه مرة تانية في المية.
وفي بعض الأسماك زي الدولفين والحوت الأزرق دي ما بتتنفسش بالخياشيم، لكن دي عندها رئتين برضو، فبتضطر إن هي تنط فوق المية علشان تتنفس الأكسجين بتاع الهواء الجوي، تاخده بكمية كبيرة جدا وبعدين تغطس تاني، وبتعمل كده باستمرار. يبقى ربنا خالق لكل كائن حي أعضاء بتساعده إن هو يتكيف مع البيئة عن طريق الأكل أو الشرب أو الهواء حتى اللي هي بتتنفسه. طب إزاي الإنسان والكائنات الحية بيتكيفوا مع النظام البيئي اللي موجود؟ عرفنا قبل كده إن النظام البيئي عبارة عن مكان بيحتوي على كائنات حية ومكونات تانية غير حية. قلنا كائنات حية زي الإنسان والحيوان والنبات، مكونات غير حية زي المية والتربة والهواء والزلط والرمل والطوب. فما بيجي يحصل خلل في التوازن البيئي ده، أي مشكلة أي تلوث، إزاي الكائنات الحية دي بتقدر إنها تتكيف؟ لأن الخلل اللي عندي بيكون ليه أسباب طبيعية ربنا هو اللي عاملها، زي البراكين والزلازل والسيول والجفاف والأعاصير وارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض درجة الحرارة قوي، أو أسباب صناعية الإنسان هو اللي عاملها، زي إن هو بيبني مصانع وبيقطع أشجار، المصانع دي بتطلع لي عوادم أدخنة وعوادم سيارات ومشاكل كتير وملوثات كتير في البيئة دي. فالإنسان بيتكيف مع التلوث البيئي إن هو ينتقل إلى منطقة أقل تلوثا، ويبدأ يعيد زراعة الغابات اللي تتم إزالتها، ويتخلص من عوامل تلوث المية والهواء، ويحافظ على النباتات والحيوانات، وبكده يقدر يحافظ على النظام البيئي ويرجعه زي ما كان قدر الإمكان. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس، أتمنى تكونوا استفدتوا، ونتقابل الدرس القادم إن شاء الله.